السلام عليكم الإخوان. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تستعملوا أداة القص Snapping Tool في ويندوز بلا ما تحتاجوا برامج خارجية ولا إضافات. أسهل طريقة، ضغطوا على زر ستارت وكتبوا Snapping Tool وغادي تبان لكم الأداة، غير كليكيو عليها باش تفتحوها. أو تقدر مباشرة تستعملوا الاختصار Win plus Shift plus S. منين تفتح الأداة كاين زر نيو باش تبدأ تصوير، غادي يطلع لك شريط صغير فيه 4 الاختيارات. Rectangle تصور منطقة مستطيلة من الشاشة. Freeform تصور شكل حر، يعني ترسم بيدك المنطقة اللي بغيتي. Window تصور غير نافذة واحدة بحال متصفح أو برنامج. Full Screen تصور الشاشة كاملة. منين تختار غير سحب الماوس على الجزء اللي بغيتي وغادي تصور مباشرة صور كتحفظ في المكان اللي تختاروا من بعد ما ديروا سيف، غالبا Pictures. ولتسجيل فيديو غادي تلقى واحد الأيقونة ديال الكاميرا صغيرة، هادي ديال التسجيل. منين تكون جاهز كليكي ستارت وغادي يبدا العد التنازلي 3 2 1. الأداة غادي تبدا تسجل لك كلشي اللي كيدور في هذا الجزء. من تسالي غير كليكي ستوب وغادي تفتح الأداة الفيديو، تقدر تشوفه وتحفظه بصيغة MP4، غالبا كيتخزن في مجلد فيديوز. وهكا الإخوان تكون عرفتي كيفاش تستعملوا أداة القص سنابينج تول في ويندوز. ما تنساش دير لايك وتبارتاجي الفيديو مع أصحابك، وشكرا على المتابعة.